نحب الكلمة الهادئة الجميلة والهادفة في مجتمع متقلب جدا جدا جدا، وأنا أشعر بالغربة النفسية وبالغربة المجتمعية، وساعات نحس أني مرسكي في هالمجتمع. والله ساعات تحس روحك في غربة، لأنه كي ترى شعراء كما اليوم، ترى مبدعين، ترى موسيقيين، ما تراهمش في التلفزات، تتأسف على حال الثقافة في تونس. وأنا وليت نتغشش برشا في التلفزة من هذا الوضع المزري، لأني نراه في مواهب، ونراه في ملتقيات، ونراه في جمعيات دافع دم قلبها وجهدها، وبعدين ما تظهرش كمثال يحتذى به، ونجيبوا الناس اللي تشوفوا فيهم في التلفزات نحكيوا معاهم ونعطيهم الوقت، ويبدأ عالم كبير أو صحافي كبير أو فنان كبير نهمشوه أو نحاولوا نقزموه. وأنا جيت اليوم الجربة، والبارح ما حضرتش في التلفزة، احتراما وحبا في هذه الجزيرة برجالها البررة ومثقفيها الكبار. وطبعا سي خالد الشريف شنيا طبعا وحرايرها قلتها انا بكري معاه. طبعا تورطونيش، ما تقوليليش نوفل الورتاني، معناها ساعات يشد لي على طبعا. جيت الجربة بصراحة حبا في هذه الجزيرة اللي حلمت بها في منامي وتمنيت نزورها، وصدقوني ليلة اللي باش نزورها كتبت مقال جميل جدا على الفيسبوك، تمنيتكم قريتوه، وقلت توا سأذهب للنوم لأحلم بجربة، وكما حلمت بها لقيت جربة. سي خالد أنا قاعد نحضر باش نحيلهم التراك، راهو الشعراء يحضروا رواحهم، الأستاذة هندة تحضر روحها، والحديث ذو شجون. أنا مش يعجبني سي خالد الشريف لأنه كرم مثقفين أحياء، حتى الأموات كرمهم، لكن الحمد لله أنه كرم قامة كبيرة جدا. وكان جيت أنا مسؤول نكرمه ونحتفي به، لأنه سيكون بعد سنوات ابن خلدون تونس. هذا الشاعر الكبير هو عز الدين الشابي، وعز الدين الشابي أنا تعرفت عليه من خلال الجمعية الثقافية المتوسطية والملتقى الثقافي في بنزرت، وقعدت معاه 33 ليلة نحكيه على الوجه الآخر للزعيم بورقيبة، لأنه هو كان شاعر مقرب من بورقيبة قريب، وعنده برشا أسرار حكاها لي، وإن شاء الله ستصدر في كتاب اسمه الوجه الآخر للزعيم. هذا الرجل ابن خلدون كتب المقدمة، وسي عز الدين الشابي كتب الخاتمة، وأنا تكلمت في التلفزة وكتبت في الجريدة وقلت هذا الرجل راهو ابن خلدون تونس، حتى حد ما سمع، عمل ردا على مقدمة ابن خلدون، حتى حد ما فكر فيها، كان تونسي. التونسي كتب المقدمة والتونسي كتب الخاتمة، وهذا الشاعر هو اللي هذب كلمات أغنية جارية حمودة، خاطر الكلمات الأغنية كانت رديئة، كانت كلمات قذرة. جاء سي أحمد حمزة، خاطر هذا سي عز الدين الشابي يكتب الأغاني، زاد كتب الصفوة والنعمة السلاف وصفوة بنت الجزيرة، جزيرة قرقنة، وكتب الماريماتيو. هذا الشعر هو اللي هذب أغنية جارية حمودة، هو حي استحى أن يقول راني أنا صاحب الكلمات، لأنه فما شكون استغل طيبته وأخلاقه العالية وما حبش يذكره. هذا عز الدين الشابي اللي شفناه في الملتقى في بنزرت، وعدة شعراء آخرين، وعدة كتاب، وعدة قامات. تونس ولادة
وجربة ولادة، وما شاء الله عليك اللوحات، وما شاء الله عليك التحليل، وما شاء الله عليك التقييم، وما شاء الله على هدير خاطرها بناء صغيرة نشجعوها لأن هذيك جيل المستقبل. وما شاء الله عليكم الكل في هذا الفضاء الرحب الجميل. شكرا لكم من قلبي على حفاوة الاستقبال، وإن شاء الله سأقول هذا في كتاباتي وفي كلامي التلفزي. الأستاذة سعاد كلفتني باش ننشط هالأمسية هذه، وديما تورطني هي في الواقع، ديما تورطني لأني أنا كي ننشط ما عادش نستمتع بالشعر، نبدأ في حالة أخرى ونفكر شغول يا سعاد. وأنا رجل أعشق الشعراء وأعشق الفنانين الجميلين والرائعين. أنا نحب نكون قاعد مع الجمهور نتفرج ونستمتع، لأني طول حياتي حتى في الجريدة وأنا رئيس تحرير في الشروق والأنوار كنت أفسح المجال للشعراء باش يكتبوا، وحتى كي يعملوا بعض الأخطاء نصلحوهم بدون ما نجرحوهم، لأنه اللي يكتب يملك ناصية القلم ويملك ناصية الحياة، لأنه الكتابة حياة. علموا أولادكم أنه الكتابة حياة وقراءة الكتب حياة. راه الناس تقدمت بالكتب، لا فيسبوك ولا انستغرام ولا هالكلام الفارغ اللي احنا ولينا مدمنين عليه بشكل رهيب. بقدر ما تقرأ وتتعلم وتعلموهم اللغات بقدر ما ولدك ينجح في الحياة ويولي مبدع، والبقاء في نهاية الأمر للمبدع، لأنه الكتابة حجر صلب. ريت الصورة تتلاشى، الكلمة المنطوقة هذه هاني قلت أنا بكري وأنا نتكلم مش تمشي على روحها، لكن لا يبقى هو الكتابة والكتاب.